السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. هنعمل مع بعض النهاردة حالة سهلة وبسيطة، وبصوا في اقل من 10 دقايق هتكوني محضرة. هنا معانا المقادير: كوباية لبن من اللي هي كوباية المية العادية، ومعلقتين سكر، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر انا مستخدمة كيك شيف، ومعلقة ونص نشا، ورشة الفانيليا او اي ريحة متوفرة عندك، يعني على حسب ما انتي حابة. هنا معاكي بقى ايه؟ بواقي لفة الجلاش. اكيد بتبقى متكسرة منك ومتبهدلة وما بتبقيش عارفة هتعملي منها ايه. النهاردة بقى انا قلتلك النهاردة احنا هنعمل بيها ايه. هاتيها معانا وتعالي هقولك تعملي بيها ايه. احنا بنجمع ميكس ما بين الفطير والجلاش، يعني الفطير الحلو اللي هي او صينية الجلاش بالمهلبية، هنجمع ما بينهم. هنا انا كان معايا 5 ورقات، بس انا كنت بعدهم كده وهم مطبقين على بعض 10، يعني 5 ورقات، يعني قولي مثلا نص لفة جلاش. هنجيبهم بقى كده ومع بعض بالسكينة هنقطعهم شرايح صغيرة على حسب التقطيع اللي انت حباه. انا قطعتها شرايح صغيرة كده، او بالورب 2 مع بعض كده. خلصنا تقطيع. تعالي بقى ايه، هاتي صينية. الصينية بتاعتي مقاسها 24، جبتها ودهنتها زيت كده، انا كنت مسيحاها في الميكروويف. دهنتها سمنة، سوري، دهنتها سمنة كده على قاع الصينية بالجنوب. ايه سوي فيها كده الجلاش اللي احنا قطعناه زي ما انت حابه، الشكل اللي انت حاباه عادي هنسويه. هيبقى كمان معايا من الكمية، يعني انت عندك 4 ورقات او 3 ورقات تقدري تعملي منهم صينية عادي. هنا معانا بقى نص كوباية السمنة. هنرشرش كده فوق الجلاش اللي احنا مقطعينه، هنخليه يشرب كده. اهم حاجة تكوني مغطية الجلاش كله من فوق، لان هيدخل الفرن واحنا عايزينه يتحمر من فوق ومن تحت وياخد اللون الذهبي اللي احنا عارفينه. دي ما كانتش كوبايه مليانه يا جماعه، والكوبايه دي صغيره عن كوبايه الشاي العاديه. انا بقولك نص كوبايه، وممكن اقل على حسب كميه الجلاش اللي معاكي. بالفرشه كده ايه، وبغطي الجلاش بتاعي كله بالسمنه علشان يتحمر كويس. وبنزل كده الجنوب اللي على جنوب جدران الصينية كده، عشان لو في جلاش او اي حاجة ما يتحرقش مني، ولسه الصينية بتاعتي ما اتحمرتش وهيمرر الصينية بتاعنا. تعالى بقى نحضر بقية المكونات على ما الصينية بتاعتنا تتحمر. هنا معانا كوباية اللبن، هنضيف عليها المعلقتين السكر، ودي معلقة ونص نشا، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر او كيك شيف المتوفر عندك عادي ممسوح، معلقة صغيرة ممسوح. بصي بقى، لو انت عندك شربات حطي المعلقتين السكر زي ما قلتلك، علشان ايه؟ هنرش على الصينية بعد ما تخلص خالص الشربات. ما عندكيش شربات يبقى هتزودي كمان معلقتين سكر او معلقة على حسب الرغبة، ومعلقتين سكر بودرة كده، وايه هترشيهم كده على الصينية بتاعتك، وحبة مكسرات هتبقى عظمة. هنا بقى ايه، قلبنا المكونات كلها مع بعضها. ودي الصينية بعد ما طلعت اللون اللي اغمق معايا درجة ده، خدوا بالكم اول ما هيشرب الخلطة كده اللي احنا حطيناها عليها هيفتحها وهيبقى شكله تحفة زي ما شفتوها في اول الفيديو، لان الكهرباء هتقطع معايا بعد كده ومش ايه هتشوف الشكل ده خالص. هنا بقى ايه، كانت اخر الكهرباء كانت هنا بقى. دخلناها الفرن يا دوبك بتشرب المكونات بتاعتك كده وبتطلعيها على طول. هنا زي ما قلت لكم نص كوبايه شربات. الشربات ده انا كنت عاملاه في بلح الشام، ده كان متبقي اللي تبقى مني، عينته في التلاجة وجاله عوزة واستخدمته معانا النهار. مش متوفر عندك الشربات زي ما قلت لك، هتزودي معلقه او معلقتين سكر، هترشي بقى ايه رشة سكر بودرة خفيفة كده بالمكسرات. هنا بقى كانت الكهرباء قطعت والشكل مش باين اوي، بس بجد
الشكل كان تحفة، وزي ما شفتوه في الصورة والله العظيم هنا الصورة ضايعة خالص. اتمنى الفيديو بتاع النهاردة يعجبكم، ولو اول مرة تشوفيني انا اميرة صابر ودي قناتي اميرة في مطبخي. ما تنسينيش بقى في لايك حلو واشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلك كل فيديو جديد، وكومنت صغنون منك كده يشجعني ويدعمني في القناة ونكبر مع بعض ان شاء الله. اتمنى يكون الفيديو بتاع النهاردة عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في رعاية الله ان شاء الله.